السلام عليكم. النهاردة حابة أتكلم معاكم في موضوع في منتهى الأهمية، اتكلمت عليه كتير قبل كده، وأيضا السادة الزملاء المتخصصين والأساتذة عشيقي حضارة وتاريخ مصر القديمة. الموضوع ده مش يخص المصريين فقط، لأ، بيخص كل فرد سواء مصري أو عربي، وحبيت أنشر وعي لأن في كتير أوي ما يعرفوش مين هما الإفروسينتريك وهدفهم إيه، والمنظمة دي عايزة أقول لكم بتشكل خطر كبير جدا على الهوية المصرية وعلى تاريخ بلادنا. باختصار شديد، المنظمة دي هدفها سرقة تاريخ وحضارة مصر القديمة، والمنظمة دي عالمية أيديولوجية تتمركز في الولايات المتحدة الأمريكية عند الأمريكان. تمام. انتشرت في جنوب صحراء أوروبا وشمال أفريقيا. المنظمة دي مش لسه ظاهرة جديد، لأ، دي من القرن الماضي، في عشرينيات وتلاتينيات القرن الماضي، ولكن زاستها وانتشارها في سبعينات وتمانينات القرن الماضي. طيب، ظهرت ازاي واتكونت ازاي المنظمة دي؟ في النص القرن التسعتاشر، بالتحديد سنة 1861، قامت حرب أهلية في أمريكا بين الشمال والجنوب، كان سببها أن أهل الجنوب متمسكين بسياسة بتسمح باستعباد الأصل الأفريقي عشان يشتغلوا في المزارع والمناجم عندهم، لكن أهل الشمال كانوا ضد السياسات دي. وفي عام 1865 بتنتهي الحرب الأهلية، وبتكون نتيجتها انفصال الإفرو أمريكان اللي هم من أصول أفريقية وعاشوا في الجنوب في مجتمعات منغلقة. بدأوا مرحلة جديدة استقلالية في التعليم والدين، وبقى ليهم كنايس منفصلة عن أصحاب البشرة البيضاء، وظهر ما بينهم علماء وفلاسفة. بدأوا إن هم يفكروا في النقص المجتمعي اللي شافوه على يد المستعمر، وبدأوا إن هم يدوروا على أفكار بتروج لتآمر الجنس الأبيض على الثقافة الأفريقية. مع بداية القرن العشرين ظهر عندنا في أمريكا مصطلح جديد اسمه المركزية الأفريقية، أو اللي هو الإفروسينتريك، وده مصطلح بيحاول ينسب الحضارات القديمة للأفارقة، وإن الحضارات عموما القديمة أصلها أفريقي، وإن الإنسان أصله أسمر بالتحاليل والجينات. زي ما أنا قلت لكم، المنظمة دي عالمية عنصرية، يعني بتجمع كل الجنس الزنجي اللي هم ذو البشرة السوداء. وأنا مش بتنمر طبعا، دي طبيعة بشرية، في السمر وفي البيض. أنا بتكلم على الفكر بتاعهم. الفكر بتاعهم متطرف، عنصريين، هدفهم هدف معين، يقضوا على الجنس الأبيض في أفريقيا الشمالية والجنوبية، وخصوصا الأمازيغ الناطقين باللغة العربية اللي هم الأوروبيين في أفريقيا الجنوبية. بيروجوا الفكرة واحدة بس، إن الحضارة المصرية القديمة والحضارة المغربية والقرطاجية حضارات زنجية. وأفكارهم برضو بيقولوا إن الفرعون المصري أو المصري القديم أصله من السودان، وإن المصري الحالي ليس ليه علاقة بالمصري القديم، وإن المصري القديم ده هجر الجنوب وجه وعاش في شمال مصر، والمصريين الحاليين هم مش مصريين قدماء، وهم أصلهم جنسيات كتيرة بعيدا عن العرق المصري القديم. فاهميني؟ وبيزعموا برضو إن أحدى ملكات مصر اللي هي ملكة تي، زوجة أمنحتب الثالث الأسرة التمنتاشر، إنها هي مصرية قديمة ذو ملامح إفريقية لونها أسود. وبيأكدوا كلامهم ان المصريين القدماء هم اصلهم افريقي زي ما انا قلت لكم. وبيقول ان والد الملكة تي اصله اجنبي، عشان ملامح شكله شعره الاصفر وكده، فهو اجنبي مش مصري، واسمه بيتكتب باكتر من طريقة، ده دليل على انه مش مصري، وده طبعا كلام غلط جدا. بيزعموا برضو الفكر الافروسينتريك دول ان العلماء المصريين الحاليين واي واحد باحث في التاريخ هو بيلون المقابر باللون الابيض، وبيزور التاريخ وبيكسر انف التماثيل عشان يخفي ملامح الانف الافريقي. وده طبعا غلط، وعايزه اوجه لهم برضو وافهمهم، لو هو زي ما هم بيقولوا ان احنا بنكسر انف التماثيل عشان نخفي المعالم والملامح بتاعت الزنوج، بصوا على المناظر الموجوده على المقبره. طبعا احنا مش هنعرف ننكر كده. بصوا على المناظر اللي موجودة على المقابر، الملامح بتاعتهم. شوفوا المصريين القدماء كانوا بيربطوا أعدائهم شكلهم عامل ازاي. استحالة جدك يتربط ويقدم جزية. تمام. عايزة اقول لكم ان الافروسينتريك دول بيشكلوا خطر كبير جدا، هو زي قدامنا ان هو موجود بشكل كلام.
لان كمان الصهيونيه العالميه كانت موجوده بشكل كلام برضو، وكانوا بيقولوا ان هم عايزين يبقى ليهم وطن قبل وعد بلفور وقبل ما يبحثوا عن الوطن. كان موضوع بشكل كلام زي الافروسينتريك النهارده، وده اللي موجود برضو بشكل كلام. الافروسينتريك النهارده بتنادي ان احنا كمصريين المفروض نمشي من الوطن ده، وهم يجوا ياخدوا الوطن ده، وده عبارة عن تهديد لكل القوميات. هنلاقي برضو هم بيشتموا الدين الاسلامي وبيتكلموا عن العرب انهم جماعة من الحرامية واللصوص والقتلة، وانهم دخلوا بدين جديد، وانهم احتلوا الشعوب وبيستغلوا بعض ضعاف الثقافات اللي ما عندهمش ثقافة ولا وعي بحضارتهم، وبيبدأوا ان هم يروجوا افكارهم دي المتطرفة. لازم احنا كمان نواجه مواجهة قوية من خلال الإعلام المصري ومن خلال دور الدولة بترويج إن إحنا لازم بشكل غير مباشر إن نقول إن إحنا أصحاب الحضارة دي، لأنهم هم شغالين بشكل قوي جدا، ومنهم شركات سياحية بره بيجوا رحلات هنا في الأقصر وأسوان، وبيجوا ويعرضوا صورهم وشعارات هنا في مصر، وبيعملوا رحلات نايل كروز داخل مصر. وكل ده داخل مصر، ومفيش أي جهة بتصد الناس دي. الصهيونية كانت برضو مجرد كلام لحد ما حصل نكبة 1948. لازم يتم الوقوف قدام الأفكار دي. هتبقى مشكلة لو احنا ما تصدناش للأفكار دي. لازم بشكل غير مباشر نروج لحضارتنا وننشر وعي وثقافة الحضارة المصرية القديمة، عشان الهوية بتاعتنا ما تتمص، وعشان التاريخ بتاعنا ما يتشوهش وما يتخدش. لو واحد فينا اتكلم بس عن الحضارة المصرية على الفيس، هنلاقي صفحات واكونتات فيك بيهاجموا منها ويحسسوك ان احنا ما نعرفش الثقافة دي، ولا عندنا علم ولا معرفة. فلازم ان احنا نتصدى للناس دي والافكار بتاعتهم بشكل غير مباشر، ان احنا ننشر وعي وثقافة الحضارة دي، وان احنا نعرف اكتر عن ثقافة الحضارة بتاعتنا اللي كله عايز ياخدها مننا. دي مش أول منظمة، ده في برضو اليهود كتير ادعوا إن الحضارة المصرية هم بنوا الأهرامات، وإن هم عملوا حاجات أيام سيدنا موسى. فاحنا لازم ان احنا اللي ما يعرفش عن ثقافة الحضارة المصرية لازم يقرأ، ولازم الإعلام ودور الدولة يشتغل في النقطة دي. كده نكون انتهينا من حلقة النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم.